كفتة الحاتي الطرية الجوسي اللي كلنا بنعشقها كبار وصغيرين، مأستكة ومليانة كده عصارة زي ما حضراتكم شايفين، حاجة كده خطيرة. أول حاجة جبت كيلو من اللحم الأحمر، لحمة قطع وفرمتها، بس بفرم عليها بوش وكمان ليا. وركزوا يا جماعة، اسمه بوش مش دوش. كيلو اللحمة بضيف لها 25% من وزنها دهون. يعني ايه؟ يعني كيلو اللحمة هضيف له 25 او اللي هم ربع كيلو من الدهن او البوش واللية. فرمت اللحمة وش واحد، بعدين ضفت لها بصلة كبيرة كده حلوة مبشورة ناعم قوي ومتصفية، وكمان بقدونس مفروم. والكفتة مش بتاخد بهارات كتير، استخدمت كيلو لحمة فحطيت له معلقة كبيرة من الملح، وكمان فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من 10 بهارات اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده. وعلشان الكفتة تبقى هشة معانا وما تكشش، هنضيف معلقة بيكنج باودر كبيرة ونص معلقة بيكنج صودا صغير ومعلقة سكر ومعلقة بابريكا مدخنة. خدت الكلام ده كله فرمته تاني. دي كده تاني وش للحمة. يبقى اللحمة عندنا هنكون عايزينها تتفرم وشين. ممكن تجيبوها مفرومة من عند الجزار وش واحد وتحطوا عليها المكونات وتفرموها في البيت تاني. لو ما عندكوش مفرمة ممكن تعملوها في الكبة. هغطيها بقى واريحها في التلاجة شوية، نص ساعة ساعة، وكمان لو قدرتوا تبيتوها في التلاجة ليلة يفضل. جبت بقى مية البصلة اللي كنت بشرتها وضفت عليها مية طماطماية مبشورة وشوية من الزيت، وجبت المستحد طبعا مغسول ونظيف. هبدأ ان انا ادهنه كده بشوية من السائل دوت علشان خاطر دوت اللي احنا هنصبع بيه الكفتة، وفي نفس الوقت هيديها طراوة ولون حلو. هبدأ ان انا اخد قطعة كده كويسة من الكفتة واطريها ما بين ايديا، وما تصغروهاش يا جماعة. يعني خدوا حوالي 100 جرام، الصباع يبقى حوالي 100 جرام طبعا. انا بتكلم على الصباع الكبير اللي هتشوفوه معايا بعد شوية. طريت حتة اللحمة كده ما بين ايديا، وهبدأ ان انا اصبعها بالشكل ده واقفلها كويس من فوق ومن تحت. نقدر نعملها على الستيكس بتاعت الشيش طاووق على طول لو هنشويها على الفحم، بس انا النهاردة هعملها في الفرن. والكفتة بالطريقة دي تقدروا تعملوها على الفحم زي ما اتفقنا بكل سهولة، مش هتفك معاكوا ولا هتقع ولا هيحصل لها اي حاجة. مهم قفلوها كويس من فوق ومن تحت عشان تمسك على السيخ كويس جدا. كمان تقدروا تعملوا كمية من الكفتة وتحطوها في الفريزر متصبعة، يعني صبعوها وحطوها في اطباق وحطوها في الفريزر. هتقعد معاكوا تطلعوا منها وقت ما تحبوا تبقى جاهزة معاكوا على طول على التسوية. بعد ما بخلص تصبيع الكفتة طبعا برصها في الصاج او الصينية اللي هتدخل الفرن، وباقي سائل التلميع او مية البصل ديت هبدأ ان انا ادهن بيه الكفتة بالشكل ده عشان يديها لمعة حلوة ولون لطيف معايا في الفرن، وكمان طراوة. والكفتة بتدخل على فرن سخن جدا، لازم درجة حرارة الفرن تكون سخنة جدا والفرن شغال من فوق ومن تحت. بكون حاطة الشبكة على الرف اللي تحت خالص، بدخلها تشد كده وتشمع حوالي 10 دقايق، وببدأ ان انا اقلبها. تاخد حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة بالكتير قوي في الفرن. بس زي ما قلت لكم لازم كمان الشواية تبقى شغالة عشان الكفتة لو سبتوها على نار هادية هتسلي السوائل بتاعتها والدهون وهتنشف معاكم. احنا عايزين نعمل كفتة طرية زي بتاعة الحاتي. ممكن كمان بعد ما تخلصوا تولعوا فحمية كده وتحطوها في الصاج او في الصينية وتغطوا عليها، هتاخد ريحة الفحم وتبقى مدخنة. بس يا جماعة بلاش، يعني ما تكتروش من الحركة دي. وبكده يبقى عندنا احلى كفتة حاتي بكل سهولة في البيت. وما تنسوش المتابعة لو بتشوفوني لأول مرة، ولايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.